السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهاردة مميز جدا. هنحضر مع بعض وصفة كده من الوصفات العسولة قوي اللي تخلصيها في 5 دقايق. بجد تحفة. ننسى بقى شوية طرق الكيك والبسبوسة التقليدية، وهنحضر احلى واسهل حلا ممكن تحضريه. من اسهل واسرع الوصفات بجد اللي ممكن تجهزيها. من اكتر الوصفات سهولة والنتيجة مضمونة بفضل الله. هطلبها منك على طول. هناخد كده بقى احلى ما في الكيك واحلى ما في البسبوسة، وهنعمل ميكس كده يجنن ياخد العقل. ده غير كمان ان الطعم والريحة ما شاء الله هتوديكي في حتة تانية خالص. وهقولك كمان على كل الاسرار اللي هتخليكي تحضريها كل يوم وانت مغمضة. بجد يا بنات تحفة وتستاهل التجربة. ومقاديرها بسيطة جدا جدا وموجودة في كل بيت ان شاء الله. يلا بقى نشوف الوصفة على طول. وتابعيني واحدة واحدة كده، وما تنساش تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم يفرحني دايما. ونسمي ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة يا بنات هوضبها وهي الشربات. هنحط كوباية وربع من السكر، وعليها كوباية ونص من المية، وعصرة ليمونة. تمام كده. ومش هنحركها ولا نيجي يمها خالص. وهنسيبها على نار متوسطة بعد الغليان بحوالي 5 أو 7 دقايق. تمام. هنسيبها على جنب بقى تبرد قبل نحطها. ده اختياري، لو حابة تحطي رشة بسيطة من الفانيليا. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا او الكبة بتاعتنا المتاح عندك، وهنجيب 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. تمام كده. وهنبدأ نحط على رشة بسيطة كده من الفانيليا، ومعلقة كمان من الخل، وكوباية الا ربع من السكر، حوالي 150 جرام. تمام كده. هنبدأ نحط رشة بسيطة من الملح، ونبدأ بقى نشغل الخلاط بتاعنا أو الكبة المتاح عندك اشتغلي بيه. ونضرب بقى الخليط ده لحد ما يبيض معانا السكر مع البيض مع الخل، وحطينا كمان رشة بسيطة من الفانيليا سايلة أو بودرة. هنبدأ نضرب الكلام ده كله لحد الخليط معانا كده ما يفتحي معانا ويبيض كمان. شايفة ما شاء الله اللهم بارك، مش هتاخد وقت معاكي خالص. الخليط معانا ابيض اهو. في الوقت ده بقى نبدأ ننزل ب3/4 كوباية زيت نباتي، حوالي 150 ملي. وهنزل كمان بكوباية الا ربع من الحليب. ان شاء الله هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوباية. هنا هنحط علبة زبادي اللي هو الحجم الصغير كده، يعني كوباية الا ربع، كوباية الا ربع لبن اللي احنا حطيناها مع علبة الزبادي بيبقى حوالي كوباية بالظبط مع بعض. هنبدأ هنا نحط هنا نص كوباية من جوز الهند، 50 جرام. هنضرب الكلام ده كله مع بعض. بجد الوصفة بسيطة وسهلة والمقادير بسيطة جدا. حطينا 3 بيضات، كوباية الا ربع من السكر، كوباية الا ربع من الزيت النباتي، ويكون نوع الزيت نضيف بيفرق معاكي في الوصفة دي. وكوباية الا ربع من اللبن الحليب، وعلبة زبادي. مش عايزة تحطي علبة الزبادي يبقى تحط كوباية لبن حليب. تمام كده يا بنات. وحطينا كمان نص كوباية من جوز الهند، حوالي 50 جرام. وهنضرب الكلام ده كله مع بعضه في الكبة أو في الخلاط. هنبدأ هنا نحط بقى الخليط مع بعض على جنب، ونيجي نكمل بقى الوصفة بتاعتنا. نحط بقية المواد اللي هي المواد الجافة. تمام. ضربنا المواد السائلة. المواد الجافة أنا هنا نخلة دقيق، وهنخله كمان مرة. قد ايه الدقيق؟ كوباية دقيق حوالي 150 جرام. وهنبدأ نحط عليها معلقة من البيكنج باودر. أنا هنا عندي نوع البيكنج باودر ده أنا مستخدماه، نوع نضيف مش وحش. وهنبدأ نحط بقى بقية المواد السائلة اللي احنا ضربناها. لو عندك كيك شيف هيبقى معلقة، لو عندك بيكنج باودر اللي هو العادي هتبقى اللي هو الباكت اللي هو حوالي 16 ملي 16 جرام. وهنقلب كده، بس ما تبالغيش في الضرب يا بنات. وانت بتقلبي كده الدقيق مع المواد السائله دي، هي دوبك هنشرب كده المواد السائله مع كوبايه الدقيق اللي احنا حاطينها. تمام. هنقلب كده كويس. اهم حاجه المواد الجافه او كوبايه الدقيق اللي احنا حاطينها تختفي تماما في المواد السائله بالشكل ده. في الوقت ده معايا كوبايه دقيق سميد حوالي 180 جرام، ويكون نوع نضيف. انا بمسكه ما بين ايدي كده، ما يكونش منضاف لاي شيء يا بنات. بيبقى حلو يعني جودته كويسة من عند العطار. وهنبدأ نحطها. لو من عند العطار خدي بالك ما يكونش لقط أي ريحة،
وتمسكيه كده ما بين ايدك كده، ما بتسيبش علامة كده، ما يكونش مضاف عليه مواد تانية خالص زي مثلا دقيق او يكون لاقط ريحة او اي حاجة، بتكوني جايباه نوع نضيف. هنبدأ بقى نقلب السميد مع الدقيق مع كله كده بالشكل ده. في الوقت ده بنات ما تبالغيش بقى في الضرب. اول ما تحطي دقيق السميد يا دوبك بقى اخلطي بس المكونات مع بعض. تمام، كل المكونات تتجانس كده مع بعضيها. الريحة ما شاء الله جميلة جدا بسبب جوز الهند. هنبدأ نجيب بقى أي صينية ألمونيا، وطبعا الصينية الألمونيا أحسن نوع، بتديكي نتيجة كويسة جدا جدا. بنغلفها كده بالزبدة. وأحلى ما في الكلام ده كله إنك بتغلفي الصينية بمعلقة من الزبدة وتبطريها كده بمعلقة من الدقيق. الزبدة بتدي كده شكل كده بعد التسوية للكيكة الرواني ديت، بتبقى عاملة زي القطيفة. بجد بتبقى تحفة، الأرضية بتبقى عاملة زي القطيفة معلقة الزبدة دي. هنبدأ بقى شوفي بكل بصي اخر معلقة لازم احطها، بتفرق معايا في المقادير. ونضغطها كده ضربة صغيرة كده عشان كل المكونات تمتزج مع بعضيها. هندخلها على درجة حرارة 180. هتقعد قد ايه؟ نص ساعة بالظبط. وبعد نص ساعة كده ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الشربات هنا بيكون معايا بارد، والكيك الرواني ده بيكون طالعه بقى سخنه. ببدا اسيبها كده تهدى شويه وابدا احط بقى الشربات. خدت مني كميه الشربات كلها اللي احنا عملناها، اللي هي كوبايه وربع من السكر وكوبايه ونص من الميه. هنبدا بقى نسقيها الشربات ونسيبها حوالي من دقيقه لدقيقتين كده. ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده جميلة. هنسيبها بقى تشرب الشربات، وتعالي كده نبص عليها بعد مرور حوالي دقيقة أو دقيقتين كده من ما تشرب الشربات. على فكرة هي دافية، المفروض أسيبها يعني تبرد، ولكن من حلاوتها في منتهى الجمال. عايزة أوريها لكم كمان وهي سخنة. قلبتها كده عشان أوريلك الأرضية بتاعتها جميلة جدا جدا. ومعلقة الزبدة فرقت معايا، شفتي عاملة ازاي؟ الأرضية عاملة زي القطيفة كده، وجميلة جدا من معلقة الزبدة اللي احنا دهنا بيها الصينية. وزي ما قلت لكم الصينية بتدي نتيجة كويسة. اما بتغلفي بيها الصينية الزبدة بتدي نتيجة كويسة لما بتغلفي بيها الصينية. تمام. والصينية كمان الألمونيا بتدي نتيجة كويسة للكيك عامة في التسوية. تعالي بقى نفتح واحدة من جوه. ما شاء الله اللهم بارك. من انجح واروع الكيكات اللي ممكن تجربيها. روعة ما شاء الله، تحفة. تجنن من فوق ومن تحت كده. وشاربة الشربات ولا بصي جميلة. من الاخر هتعمليها وتدعيلي. هتلاقيها كده لا معجنة معاكي ولا هبطانة من النص. حاجة كده في منتهى الجمال. عايزة بقى تزوقها بجوز الهند، عايزة تسيبها سادة كده براحتك، ولكن الطعم جميلة جدا. عاملين كده ميكس ما بين الكيك ما بين البسبوسة. انا واثقه انك انت كل يوم هتعمليها وانت مغمضه. عسولة قوي قوي. والطعم متشبعش منها. وعلى فكرة انا بوريها لكم كمان وهي دافية. متأكدة انك انتوا هتجربوها وتبقوا تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات اللي انتوا يعني طلعت معاكم جميلة جدا. يا رب الفيديو البسيط يعجبكم، واشوفكم على خير.